السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. طبعا يا بنات، انا آية. لو لسه اول مرة بتشوفيني انزلي خديلك لفة في القناة، متأكدة انها تعجبك جدا. ولو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله مني ان شاء الله. وطبعا بشكر كل حبايب قلبي الجداد معايا. ربنا طبعا يديمكم معايا طبعا كده، ويديم حبكم ليا وتعليقاتكم الجميلة. ويا رب اكون عند حسن ظنكم وافيدكم حتى لو 1% كده يا بنات. بس بقى يا بنات، والله بصوا، عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي. انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، بس يلا بقى كده. صحيت من النوم، عملت لي بقى كوبايه قهوه، وقلت بقى ايه، اشوف انا ورايا ايه. كان ورايا بقى حاجات كده عايزه اعملها، قلت اشوفها كده. بس اشرب كوبايه القهوه الاول وفطرت. وطبعا زي ما احنا عارفين اللي متعودين معانا، اهم حاجه عندي وجبه الفطار يا بنات. اهم حاجه في اليوم بتاعك وجبه فطار. ليه؟ لان احنا يعني كستات بيوت او كبنات او كده يعني، يا حبايبي، بنبقى اكترية الوقت، بنبقى مشغولين، مش بنبقى عايزين. مفيش وقت فاضي ان احنا ناكل. وفي ناس بتاكل وايه، بتبقى خلاص كلت بقى وعايزة تريح، مش قادرة تقوم تعمل حاجة. وفي ناس تقولك لا انا مش هاكل عشان خاطر لو كلت مش بحس ان جسمي بيهمد. لا، كلي وبعد كده بقى قومي شوفي ايه اللي وراكي. كده كده الدنيا مش هتطير. واحنا طبعا زي ما احنا متعودين. طبعا احنا قبل ما بننام نسيب كل حاجة عندنا نظيفة، اذا كانت الشقة، اذا كانت المطبخ، كل حاجة نظيفة حتى لو مش قادرة. اهم حاجة في اساسيات البيت المطبخ يبقى نظيف، علشان خاطر تاني يوم لما تقومي تعملي غدا، تقومي او تعملي فطار، تلاقي الدنيا من حواليكي هادية، تقدري تعملي ويعني ايه، وتبسطي نفسك. طبعا انا هنا يا بنات، انا كنت مروقة المطبخ بقى، وقمنا فطرنا. وبعد ما فطرنا قلت ايه، الم المواعين اللي انا كنت غسلها من امبارح وكده، المها اللي هي في الصفايه وكده. وقلت ايه، اغسل الطبقين اللي في الحوض علشان خاطر لما اجي اعمل بقى الاكل يبقى جنبي وحواليا الدنيا نظيفه. اي نعم، اي نعم، يعني كل ما بتخلصي حاجه وانتي واقفه بقى اول باول بتغسليها، بتحسي ان الدنيا كلها رايقه من حواليكي. وطبعا يا بنات، ربنا يدينا كلنا الصحه، ويخلينا اهالينا يا رب، ويشفي كل مريض يا رب العالمين طبعا. هنا بقى كنت ايه، خلصت بقى ايه، الحاجة اللي بتتصفى اول باول ايديكي فيها. يعني ايه، اي اطباق عندك غسلتيها على طول، اول ما قبل ما تغسلي اللي في الحوض، تروحي عامله ايه، عامله الحركه اللي انا بعملها دي. هيفضل كل حاجه عندك نظيفه، وكل حاجه عندك بتبرق، وتحسي ان عينيكي، والله العظيم بجد هتحسي ان عينيكي شايفه. بصوا، هقولك ايه، شايفه ان الدنيا من حواليكي هاديه، هتبقي مرتاحه نفسيا. ولا جوزك يخش يعلق عليكي، ولا اي حد يخش يعلق عليكي، ولا تخلي اصلا حد يعلق عليكي. محدش احسن منك، ومحدش اصلا في حاجة مش فيكي. بس لازما على طول تخلي بيتك ده نضيف، بيشف وبيرف، زي ما بنقول كده يا بنات بالعربي. هنا طبعا الكاميرا بقى مش عارفة كانت عمالة تلف ليه كده معايا. كان عندي بقى كام طبق زي ما انتوا شايفين، غسلتهم كده. ويا بنات برضو، اي حاجة نحمد ربنا عليها، نحمد ربنا على كل حاجة بتدهنا. والله انا لسه سامعة شيخ النهاردة بيقول ايه، ان احنا المفروض نحمد ربنا على نعمة الحمد. هتقوليلي ازاي يعني، انت مش فاهمة يعني ايه نحمد ربنا على نعمة الحمد؟ هقولك يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ايه، لئن شكرتم ليزيدنكم. صدق الله العظيم. معنى ايه الكلام دوت؟ يعني لو شكرتي ربنا وحمدتيه هيزيدك، وده وعد من ربنا طبعا يا بنات. يعني ربنا بيقولك ان انت تحمديه، ولو حمدتيه هيزيدك. وشوفي بقى لما وربنا، يعني شوفي بقى اما ربنا يقولك بقى ايه، ان شكرتم ليزيدنكم، يعني ده وعد من ربنا. وعد ربنا وربنا ما بيخالفش وعده ابدا يا بنات. يعني ايه؟ يعني لو حمدتي ربنا هتلاقي زيادة في الصحة،
وهتلاقي زيادة في المال والعمر وبركة وحسنات في حب الناس. يعني هتلاقي حسنات، يعني زيادة في الحسنات وزيادة في حب الناس ونعيم في الآخرة. تخيلي بقى ان ربنا اصطفاكي من بين ملايين الناس دي كلها علشان تحمديه. تخيلي بقى كده عشان تحمدي وتقولي الحمد لله، وتقولي جملة الحمد لله. تخيلي بقى، تخيلي ان جملة الحمد لله دي فيها معاني كتيرة وفيها رزق واسع، وربنا بيزيدك من كل حاجة، بيزيدك في كل حاجة انت بتعمليها. فانت المفروض تحمدي ربنا انه الهمك كلمة الحمد. طبعا في كل وقت تقولي الحمد لله، يعني انت بتحمدي ربنا على انه خلاكي تقولي كلمة الحمد لله. شفتي؟ سبحان الله، والله العظيم بجد سبحان الله. فطبعا والحمد لله طبعا دلوقتي ان انت قاعدة بتسمعي مني الكلام ده دلوقتي عشان خاطر تحمدي ربنا. الحمد لله على نعمة الحمد لله. طبعا والحمد لله كثيرا طيبا مباركا. طبعا يا بنات والله العظيم عايزة اقولك ان انا كنت على طول يعني ايه بشغل اغاني وانا بروق وانا بعمل اي حاجة. دلوقتي لا، بقيت بصي بحس ان انتي لما بتشغلي القرآن حواليكي والله العظيم بجد ربنا بيقويكي وبيخليكي لو انتي مش قادرة تعملي حاجة بيخليكي تعمليها. ودلوقتي بقيت بعمل ايه يا بنات؟ بقيت مثلا ايه انظم وقتي، انظم كل دقيقة ازاي؟ اللي هو مثلا انا داخلة المطبخ، انا قدامي 10 دقايق اغسل فيهم المواعين دي، اظبط التليفون على ان اغسل المواعين دي في 10 دقايق. ازاي بقى؟ المهم ان انتي تغسلي المواعين في 10 دقايق. هنا بقى غسلت المطبخ عشان خاطر ايه ما تروحوش مني في حتة تانية. هنا بقى غسلت قصدي المواعين، وجبت بقى حبة مزيل بقع للحوض، وعلى برسيل جل. الخلطة دي عاملاها للحوض في ازازة حلوة قوي يا بنات، بلمع بيها ايه الحوض بخليه كده. وبعد ما بخلص لازما ان انا امشي حته كده انشف بيها كل الميه. بحب قوي الحركه دي يا بنات، ما بحبش اشوف ان المطبخ الحوض فيه ميه بقى وكده، لا الحوض لما بيكون ناشف بيبقى فيه كميه راحه نفسيه. وهنا بقى كنت بقى نزلت زي ما انتوا شايفين، جبت حبه الحاجات دي اللي هو ايه امشي بيها نفسي لحد ما انزل كده اجيب بقيه حاجات الشهر. طبعا ان احنا النهارده 11 في الشهر، بسجل لكم الفيديو النهارده 11 في الشهر، فانا اتاخرت طبعا كتير قوي ان انا اشتري الحاجه دي، بس عادي عشان خاطر عيالي كانوا تعبانين شويه. ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض يا رب العالمين. هنا طبعا جبت اهم حاجه عندي الدقيق. طبعا يا بنات الدقيق مهم عندك علشان خاطر طبعا احنا داخلين على الشتاء وكده. المعجنات بقى اللي انت بتفتحي بيها الفرن بتدفي بيها الشقه، بتعملي بيها حاجات كتيره، تعملي صينيه كيكه تقعدي تتعشي بيها اللي هو مع كوبايه شاي لو انت عايزه تنامي خفيف. طبعا ما فيش الكلام دوت عندنا علشان خاطر احنا في الشتاء 24 ساعه عايزين ناكل. جبت بقى من كل حاجه كيلو كيلو كيلو، امشي بيه نفسي كده لحد ما انزل. انا بستعمل المكرونه يا حبايبي السايبه اللي هي بتبقى مش مكسره، اللي هي مش بتبقى بيضه، اللي هي بتبقى زيها زي اللي في الكيس بالظبط. هنا جبت الشعريه طبعا مهمه جدا لان هي بتزود معاكي الرز، بما ان الرز غالي فالشعريه هتزود معاكي كميه الرز. جبت نص عدس ونص عدس اصفر ونص عدس بجبه علشان خاطر الكشري، والعدس الاصفر ده علشان خاطر لو هنعمل كشري بعدس اصفر او هنعمل عدس. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم معايا اكله عدس. وجبت كيلو مكرونه سباكيتي على نصين، وجبت عايزه اقول لكم ان في بصوا غلا جامد جدا مش عارفه ايه ده، بس الحمد لله نقول الحمد لله. هنا طبعا جبت رز بسمتي، جبت نص كيلو وخلصت بقى ودخلت بقى ان انا اعمل الغدا. النهارده بقى معايا غدا بقى ايه بقالي بقى كام يوم كده ما عملتش اكله حلوه، فقلت ايه لا اصور لكم بقى الغدا بتاعي النهارده. طبعا يا بنات هنا انا عملت لكم اللحمه المفرومه قبل كده، ان انا بشوح الاول البصله وبعد كده بنزل عليها اللحمه. قلت بقى ايه نجرب معاكم الطريقه دي برضو حلوه قوي. بجد اللحمه بتنزل كل حاجه فيها، واللي هو انت بتحطي برضو حاجة بسيطة من السمنة. وهنا كنت قطعت البصل
ورشيت عليه حبة فلفل اسود علشان لو خد وقت ما يعملش ريحة او اي حاجة. وهنا بقى خلصت شوحت، اديت اللحمة كده تشويحتين حلوين خلاص يعني استوت 3/4 سوا، ورحت نازلة عليها بقى بالبصل كده، اديته برضو تشويحتين. وهنا بقى التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة اللي هي المشاوي دي وكزبرة وكمون اللي هي البهارات بتاعتنا المنكهات بتاعتنا طبعا يا بنات. وطبعا في مشتريات الشهر يعني بصي على قد ما تقدري تشتري الحاجة اللي انت محتاجاها، الحاجة اللي هي الضرورية عندك. ودي الفراخ بقى البلدي، فراخ بلدي قلت نسلقها. انا ما بحبش اسلق الفراخ اللي هي البيضة، مش بتبقى مش عارفه ما بحبهاش مسلوقه. لكن انا قلت هسلق دي و... وعادي انا اكلها مسلوقه عشان دي فراخ بلدي. ونزلت بقى خلاص كانت اللحمه استوت، نزلت بقى في الاخر بالفلفل الاخضر عشان خاطر يفضل بلونه ويفضل كده اخضر وحلو، ما يتبلش. طبعا المنكهات والحاجات دي انا بقولك لو انتي طبعا مصروفك على قدك، مش مهم ان احنا نشتري كل البهارات اللحمه وبهارات مش عارفه ايه والكوبيبه الصيني دي مش مهمه. اشتري على قدك، انا بقولك اشتري على قدك، لان كل البهارات والحاجات دي منكهات احنا اللي اخترعناها. فزي امهاتنا زمان كانت الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره والكمون والكزبره هي دي الحاجات اللي هي مهمة عندهم. وكان الأكل كان بيطلع زي يعني سكر بقى يا بنات. هنا بقى نزلت معايا أنا كنت مشترية الرقاق ده، ما كانش مستحمل خالص والله العظيم، كان بصوا من أقل حاجة كان بيتكسر. هنا بقى نزلت معايا باللحمة المفرومة، وهكمل بقى بين كل رقاقة والتانية. أنا نزلت بالرقاقة، أول رقاقة يا بنات ما بنحطهاش في الشوربة خالص. أنا ما بحبش أحطها في الشوربة لأن بتعجن كده وبتلزق في الصينيه. لكن لما بتعملي الحركه دي بتبقى حلوه قوي معاكي بقى الرقاق وبيبقى جميل قوي. طبعا يا بنات كل واحد بيمشي في بيته على قده. يعني انا مثلا يوم اعمل مثلا كشري، طبعا كلنا كده مش لازم كل يوم فراخ ولحمه. طبعا اللي عايز فراخ ولحمه والحاجات دي زي ما بيقولك ايه مش عارفه ايه كده، اطبخ يا سيدي، هاتي يا جارية اطبخ يا سيدي، كلف يا سيدي او حاجه زي كده. هنا بقى قعدت في الارض ورحت جايبه الحاجه جنبي والصينيه، ما كنتش قادره اقف طبعا علشان خاطر بقى نزلت ورحت وجيت. فايه عملت بقى يا بنات، ايه حطيت الحاجه في الارض وقلت اعمل بقى صينيه الجلاش. انا بعمل بقى صينيه الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. بين كل راق وبين كل واحدة والتانية بروح حاطة بقى ايه السمنة بتاعتي. طبعا انا بجيب السمنة البلدي يا بنات والزبدة الفرنة دي وبسيحها عليها، بتدي طعم حلو قوي للاكل السمنة. وطبعا لو انتي عايزة تحطي الزبدة لوحدها وتقطعيها كده وتحطيها لوحدها، اعملي اللي انتي عايزاه اعمليه، واللي انتي ماشية بيتك فيه اعمليه. ولو انت برضو في حاجة انت شايفاني انا بعملها وعجبتك عايزة تعمليها اعمليها. طبعا يا حبايبي احنا عاملين، يعني انا عاملة الفيديوهات دي علشان خاطر كلنا نستفاد من انت لو عندك حاجة هتدخلي تقوليها لي في الكومنتات، وانا لو عندي حاجة بوريها لك. فكلنا كلنا ايه بنشارك بعض يا حبايبي. يا رب دايما كده نبقى مع بعض ونبقى صحبة طبعا على طول، وربنا يديمكم في حياتي. عايزه اقول لكم والله يا بنات ان انا بفرح قوي لما بشوف التعليقات بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم، بفرح والله العظيم من قلبي، وببقى مش قادره ان انا اصور وبقوم اصور. وكل مره هقول لكم كده ربنا يخليكم ليا. لو انتي لسه اول مره بتشوفيني انزلي اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. واكتبي لي كده تعليق حلو من قلبك وعرفيني ان انتي مشتركة جديدة معايا. ربنا يا رب يديمكم في حياتي وقناة كده تكبر بيكم ونحقق الشروط على قد ما اقدر كده. طبعا هنا بقى كنت خلاص بقطع بقى صينية الجلاش قبل ما بدخلها الفرن. انا خلصت صينية الرقاق ودخلتها. وطبعا يا بنات في ناس بتحط للرقاق سمنه، انا بصوا بعمله زيه زي الجلاش، بعمل له بيضه وبعمل له بيضه كده وبروح مقلباه بيها
بيضه وكوبايه في كوبايه لبن وحبه ملح وحبه فلفل، وبروح زقيه. ده الرقاق زيه زي الجلاش، انا بعمله كده. لو انت مش بتعملي كده ادخلي قولي لي في الكومنتات انت بتعملي ازاي، ونشارك بعض رأي في الرأي وكده. طبعا هنا يا بنات عايزه اقولك ان انا جيت انزل بقى بالبيضه، راحت وقعت مني، رحت حطها اللبن وقع مني على المطبخ وكده، فرحت حطها في طبق. قلت لنفسي ما هو ربنا موسعها عليا، ضيقها على نفسي انا ليه؟ وهنا طبعا كنت خلصت خالص، ودخلت انا بدخل صينيه الجلاش تاخد وش في الفرن الاول، تتشمع كده بمعنى اصح زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بنزل عليها باللبن والحاجات دي. طبعا يا حبايبي لو كان الفيديو عجبك ما تنسنيش، ما تستخسريش فيا اللايك ولا تستخسري فيا التعليق الحلو منك والاشتراك الحلو منك المسكر اللي زيك. هنا كنت خلاص بقى طبعا انا دخلت بقى الصينيتين، وكنت عملت بقى يا حبايبي صينيه، عملت الباميه الويكا، اللي عارفها يدخل يقولي في الكومنتات انتوا بتعملوها زي كده ولا ايه. انا خلاص كده كنت خلاص حطيتها بقى في الشوربه، وقلت بقى ايه فاضل لي بس ان انا ايه اطش عليها الطشه بتاعتها. قولولي برضو في الكومنتات انتوا بتعملوها ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون عند حسن ظنكم. اسيبكم في رعايه